تعرفوا إن في حاجة اسمها فتوى تحريم طباعة المصاحف؟ اختراع الطباعة دخل مصر مع الحملة الفرنسية، وكان بيستخدم في طباعة الكتب والجرايد. وفي عهد محمد علي لقى إن مفيش مصاحف كتير في السوق، ومفيش مصاحف بتطبع. ولما سأل عن السبب لقى إن الأزهر أصدر فتوى بتحريم طباعة المصاحف والكتب الدينية. بس سبب الفتوى برضه مقنع، لأن الأزهر بيقول إن الآلة نفسها بتاعة الطباعة أو الأحبار المستخدمة ممكن تكون نكسة، ما ينفعش نطبع بيها كلام ربنا، وكمان ما ينفعش نضغط بالحروف على كلام ربنا. بالإضافة إلى إن ممكن الناس اللي ماسكين المطبعة يكونوا مش عارفين أو حافظين كتاب الله، فده يخلي إن فيه نسبة عرضة للخطأ. وطبعا إحنا عارفين إن محمد علي مش بيهتم برأي حد، وشاف إن الأزهر النساخين اللي جوه اللي بينسخوا المصاحف هم السبب، لأن هم بيكسبوا فلوس كتير قوي من نسخ المصاحف. وعشان محمد علي ما بيهموش رأي حد، أصدر قرار بطبع جزء من المصاحف لطلاب المدارس، وبعدها أصدر قرار لمدير مطبعة بولاق، ودي من أشهر المطابع اللي كانت موجودة في مصر، إن هو يطبع المصحف. وطلب من مفتي الديار المصرية في الوقت ده، وكان اسمه الشيخ التميمي، إن هو يختم المصاحف دي بالختم بتاعه علشان الناس ما تحرمش أو ما تستنكرش المصاحف دي. ولكن الأزهر اتضايق من تصرف محمد علي، خصوصا إن هو مش دارس دين، وإن هو جديد عن البلد فما يعرفش حاجة. ومحمد علي علشان يرضي الأئمة بتاعة الأزهر قرر إن هو هيخصص جزء من مطبعة بولاق لطباعة المصاحف، وهيعين لها رئيس مخصوص. الرئيس ده هيباشر وهيشوف وهيراقب المصاحف اللي طالعة ويراجعها كمان، وكمان الآلات بتاعتها دي مخصصة للمصاحف بس، وكل حاجة تبقى مناسبة لطباعة المصاحف. وتسمى الجزء ده من المطبعة مطبعة المصحف الشريف. وفضل مصحف محمد علي يطبع بشكل طبيعي لحد في سنة من السنين الأزهر لقى إن في بعض النسخ فيها أخطاء، وده كان وجهة نظرهم ساعة لما كان محمد علي موجود. فراحوا للي بيحكم مصر دلوقتي، واللي كان بيحكم مصر ساعتها كان عباس حلمي الأول، وده واحد ما يعلم بالله ربنا. قالك إحنا خلاص هنركن النسخ دي كلها في مخزن، وهنمنع المصحف إن هو يطلع، بدل ما ياخدوه ويصلحوه ويشيلوا الأخطاء اللي فيه. لا، إحنا مش هنطبع مصاحف. ومن ساعة حكم عباس حلمي الأول لحد الملك فؤاد المصحف ما كانش بيطبع. وساعات الملك فؤاد لما مسك مصر قرر إن هو هيطبع المصحف بتاعه، وأمر المطبعة الأميرية بطباعة المصحف. والمصحف ده أطلق عليه المصحف الملكي أو المصحف الأميري نسبة للمطبعة الأميرية. ناس كتير هتستغرب الفتوى اللي حصلت دي. الفتوى دي موجودة أو كانت موجودة في كذا بلد، بالإضافة إن وجهة نظر الأزهر كانت في حد ذاتها صحيحة، لأن فعلا حصل أخطاء. وفي نفس الوقت وجهة نظر محمد علي برضه كانت صحيحة، فإحنا ما نقدرش نحكم على الاتنين. مع العلم إن طباعة المصحف خلت الناس سهل جدا إن هم يلاقوا المصاحف ويجيبوها من أي مكان، ويقدروا إن هم يقرأوه ويتعلموه. مش هيستنوا حد ينسخ لهم المصحف علشان ياخدوا المصحف، ولا هيكون أكيد سعره باهظ الثمن. ولكن في الأول وفي الآخر المصحف اتطبع واتنشر في كل حتة.